استنى، عندك العرض اللي نزله بنك كيو ان بي مصر مش مجرد ميزة بسيطة، ده فرصة ل90 يوم راحة من غير ولا قسط. تعال احكي لك التفاصيل من اولها، وليه العرض ده عامل ضجة كبيرة عند اي حد بيدور على قرض شخصي من غير صداع. لو كنت عميل في بنك كيو ان بي، في خبر ممكن يغير لك خطة السنة كلها، لان ببساطة تقدر تأجل اقساط قرضك 3 شهور كاملة ومن غير ما يتأثر الاي سكور بتاعك. بنك كيو ان بي مصر نزل عرض جديد على صفحته الرسمية، عرض بسيط في شكله لكن تقيل في تأثيره. البنك بيقولك بمنتهى الوضوح خد القرض النهاردة واول 3 شهور من غير قسط واحد، يعني تدخل على التزام كبير زي القرض، لكن اول 90 يوم متشالين عنك تماما. طيب ليه ده مهم وممكن يعمل فرق مع ناس كتير؟ لان اول كام شهر بعد القرض بيبقوا اصعب فترة، انت لسه بترتب مصاريفك، يمكن بتبدأ مشروع ويمكن بتغير شغل ويمكن يكون عندك التزام مؤجل، والثلاث شهور دول بيدوك فرصة تبدأ بالراحة وتظبط دخلك وتعدي اي ازمة سيولة لو عندك ازمة، وتاخد خطوة لقدام من غير ضغط. والاهم من كده ان الاي سكور بتاعك امن وثابت من غير ولا تأثير سلبي، وده لوحده مكسب كبير، لان الناس بتخاف جدا من فكرة ان اي تغيير يأثر على تقييمها الائتماني. ندخل بقى على تفاصيل القرض نفسه، وزي ما البنك ما بيقول القرض ده موجه لأي حد عايز قرض من غير صداع ومن غير مفاجآت. أول ميزة عندك عائد تنافسي بيناسب السوق، وتاني ميزة عندك تأمين على الحياة مجاني طول مدة القرض، وده معناه انك متغطي بالكامل من غير إضافة أعباء جديدة. والميزة اللي بعد كده مهمة جدا، وهي انك تقدر تدمج دخل الزوج أو الزوجة أو أي حد من الأقارب للدرجة الأولى أو التانية، وده بيخليك تاخد قيمة قرض أعلى من اللي كنت هتاخده بدخلك لو لوحدك. يعني البنك بيحاول يساعدك تزود قدرتك التمويلية، والأقساط ثابتة جدا من أول يوم لحد آخر يوم، مفيش قفزات مفاجأة ولا أرقام بتتبدل وبتتخصم أوتوماتيك من حسابك سواء جاري أو جاري بعائد، يعني فلوسك ماشية في خط ثابت وانت مرتاح. طيب مدة القرض دي قد إيه؟ المدى عندك واسع، معاك من 6 شهور لحد 84 شهر، والسن من 21 سنة لحد 60 سنة مع نهاية القرض، ولو متقاعد السن ممكن يمتد لحد 65 سنة، يعني عندك مرونة كاملة تناسب أكبر عدد من الناس. والأهم لو مرتبك بالدولار، القرض متاح بالدولار الأمريكي برضو، بس للعملاء اللي بيستلموا راتبهم بالدولار داخل كيو ان بي، يعني البنك مش ناسي شريحة العملاء دي، والباب مفتوح للكل سواء كنت موظف أو من أصحاب الأعمال الحرة أو من عملاء تحويل الراتب، يعني تقريبا أي حد مؤهل يقدر يستفيد من العرض ده. ومن الآخر كده بنك كيو ان بي بيقولك ابدأ بداية مريحة وخفف الضغط من عليك وخد قرض بشروط كويسة ومعاه 3 شهور راحة كاملة من غير اقساط، واي سكور في امان زي ما هو من غير اي تأثير سلبي عليه. يعني لو بتفكر تاخد خطوة، الفرصة دي ممكن تبقى البداية اللي كنت مستنيها.